السلام عليكم. الناس اللي مش عارفة القناة بتتكلم عن ايه، بتتكلم عن مساعدة المحتاجين على قد ما بقدر وعلى قد استطاعتي. بقالي حوالي 5 6 شهور ما نزلتش حاجة على اليوتيوب خالص. ده مش معناه ان انا مش شغالة، لا طبعا، بفضل الله بفضل الله وكرمه. شغالة وشغالة على حاجات كتيرة قوي، وشغالة في رمضان، وجوزنا بنت في رمضان. لا عملنا شغل كتير، وصلات مية، الله أكبر اللهم بارك، وصلنا لل78 حاجات كتيرة قوي. بس بصراحة الناس مش بتشجع المحتوى الطيب ولا المحتوى الخير ولا الكلام ده خالص. مش عارفة ليه بصراحة. بحس ان هو بقى محتوى غريب، يعني انت مع انه دي حاجة طيبة قوي، حاجة جميلة، واللي جرب مساعدة المحتاجين والسعادة في المساعدة ما يبطلهاش ابدا، ويا رب يستخدمني ولا يستبدلني. انا راجعة دلوقتي عايزة اقول حاجة خالص، مش عايزة اتكلم على شغل الخير، بس عايزة اقول حاجة. شفت قصة ام محمود اللي عدت الحدود، وحمدي وخبصه، وتلقيحه على آلاء وعلى محمد وعلى اخوه، وان ازاي في اخ يسمح لمرات اخوه ان هي تشتم اخوه، والكلام ده كله. برضو دي مش مشكلتي، برضو ما وجعش قلبي اي حاجة ما بينهم، لان مسير الدنيا كلها هترجع لبعضها والكلام ده. بس رسالتي بس لأم محمود حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس اللي وجعت قلبي بصراحة. يعني أنا ما وجعنيش الكلام اللي هي طلعت قالته على ابنها، الكلام اللي هي قالته على ولا الكلام اللي اخواته قالوه على محمد. لا لا خالص خالص، ولا الكلام ده ولا فرق معايا أصلا. لأن مهما الدنيا دارت، مهما الدنيا لفت ودارت، الأخوات هيرجعوا لبعضهم، والأم هتسامح ابنها، والابن هيسامح الأم، وهكذا. إلا مرات الابن. مرات الابن مش من رحمك علشان تغلطي فيها، علشان تطلعي قدام الدنيا دي كلها وتقولي يا بلاء وتحاسبيني عليها، وتقولي لها يا يا رب تمرضي تاني ويجيلك العصب العاشر. انا عماله افكر كده، قد ايه الحما دي سم، قد ايه الحما دي بلاء. الحما انت اللي بلاء، والله العظيم الحما انت اللي بلاء. عارفه يعني ان عيله عندها 25 سنه، ما كملتش ال 25 سنه، وانتي ست كبيره 70 سنه، واقفه قدامها عماله تقولي لها كلام سم سم، ما طلعتش منك برد، لان البنت فعلا محترمه ومتربيه، بس انتوا ما بتحترموش المحترمه والمتربيه. عارفه ان انتي لما تموتي ان شاء الله، يعني ان شاء الله، البنت دي برضو مش هتسامحك حتى لو قالت لجوزها انا مسامحاكي. بالعكس، فيديو بس واحد يتعمل عليه لايك او يتعمل عليه تعليق هيجي لها تاني، وانتي بتدعي عليها، وانتي بتشتميها، وانتي بتحاسبيني عليها، مع ان البنت واضح ان هي طيبه ومحترمه وبنت ناس طالعه من بيت اصل غيرك. انتي قد ايه الحما، قد ايه الحما هي اللي بتخلي حياة ابنها وحشة. عارفة لما ابنك اخد مراته بعد عنك لان انتي وحشة، انا احترمته ان هو اخد موقف. انتي امي على عيني وعلى راسي، هبرك، هسأل عليكي، هعمل عليكي، بس انا عندي بيت وعندي عيال. حامل بقى مش حامل، كدبة مش كدبة، انتي ست مش كويسة بجد. اي حما هتاخد بنت من بيت اهلها وتفضل تهين فيها وتفضل تأذيها. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في اي حما سم. سبتي لنفسك ذكرى وحشة. بنتك مرات ابنك هتوري احفادها الفيديو وتقول لهم بصوا ستكم كانت بتعمل فيا ايه، وعندهم حق يكرهوكي، وعندهم حق ما يترحموش عليك. انتي تستاهلي كده، انتي تستاهلي كده يا ام محمود يا اللي عديتي الحدود، يا ام محمود يا اللي عديتي الحدود في الظلم. سمحتي لمرات ابنك التانية، عارفه سمحت لها ليه؟ ان هي تقل ادبها على ابنك عشان قويه، عشان بنت ناس قويين. لكن آلاء بنت ناس غلابة، ودايما احنا بنيجي على الغلابة، لكن الناس القوية بنسيبهم يجي علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ام محمود، انتي وكل حما زيك.